انا دايما هنا بلاقي مفاجآت كتير قوي. انا وفرت تفويلتين في طريق الساحل رايح جاي، تقريبا 50% زياده توفير. اداء العربيه اختلف جدا جدا جدا. انا اسمي مينا، مينا ناجي، مهندس الكترونيات. كنت بشتكي دايما العربيه سحبها قليل ودايما بتقطع. انا جيت هنا عند جديد وجرين تربو. لما قلت اجي اجرب جرين تربو، اولا تركيبه سهل جدا وما خدش وقت، وهنا الناس على درايه يعني وعلى خبره. اداء العربيه اختلف جدا جدا جدا. انا كنت دايما اشكي في المطالع والكباري وكده، بس لا، اداء العربيه اختلف جدا جدا جدا. مركب من شهر 2، يعني تقريبا 10 اشهر تقريبا. انا كنت بستهلك في البنزين في اللتر تقريبا 8 كيلو، ودلوقتي بعد الجهاز في اللتر ممكن اعمل 14 كيلو، تقريبا 50% زياده توفير. قبل زياده البنزين كان تقريبا حوالي 400 في الاسبوع. بعد زياده البنزين ولا اي حاجه، ولا اي الزياده زياده. الثانيه بقى. الزياده التانية لا، ما برضو ما فرقتش قوي يعني، ما حسيتش بيها، لانه فرق الكيلوات وفرق السحب وفرق كل الحاجه دي. حتى على الاستهلاك الطبيعي لا، انا يعني موفر جامد جدا يعني. بالنسبه اللي انا وفرته، كان دايما بطلع الساحل يعني خميس جمعه سبت كل ويك اند. كنت قبل تركيب الجهاز كنت اروح بتنكين رايح وتنكين راجع. بعد الجهاز انا بروح بتفويله رايح، تانك واحد رايح وتانك واحد راجع. انا وفرت تفويلتين في طريق الساحل رايح جاي، يعني تقريبا 50% توفير يعني. اكتر حد محتاج الموضوع ده سواقين الاوبر وسواقين التاكسي، واكتر حد بيسافر كتير. لا اكيد انت هتشوف فرق كبير في التوفير، وهتشوف فرق كويس في السحب جدا.